بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا وحبايبي، شلونكم؟ أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. طبعا اليوم مثل ما أنتم شايفين الجو حلو وطالعة شمس، بس البارحة وأول البارحة كان مطر. يعني قبل لا أصور هذا الفيديو كان مطر شديد، ثلج. لما طلعت الشمس قلت خلت اطلع اشوف الحديقة. طبعا الحديقة مليانة اوراق، لان كل ما ننظفها يوقع اوراق من الاشجار، فقلت خلت اطلع اشوفها واشوف الزرع هذا اللي زرعته الاخضر اللي طالع، هذا زرع حبة البركة. فطلعت الحمد لله. بعدين لقيت الارض مرتفعة، فبدور اشوف شنو هاي. لقيت طالع لي هذا النبات بعد المطر، عش الغراب أو الفطر مال الحديقة. هذا يطلع بعد المطر، يعني طلع رباني من عند الله، يعني طلع بكميات كبيرة. فأني عاوزة رأيكم تشوفوه وتقولوا لي إذا أحد يعرف هل هو هذا ينأكل ولا لا، ولا سام ولا إيه. لأن بعض من عش الغراب أو الفطريات هاي يكون سام، فأني ما أعرف صراحة. فهسه شوفوا الحديقة، يعني تابعوا الفيديو الأخير وإن شاء الله يعجبكم. وشوفوا هذا الفطر، في منه هذا اللون الأبيض وفي اللون البني، بس أنا بصراحة ما جاي أعرف له. يلا تابعوا الفيديو الأخير وربنا يوفقنا ويوفقكم ويوفق الجميع. شوفوا منظر النعناع شلون ناشف في الشتاء، يابس خالص. شوفوه يابس.
هذا الفيديو مالتنا لهذا اليوم إن شاء الله يعجبكم. إذا أحد عنده فكرة عن هذا الفطور اللي يطلع بالأرض من غير زراعة يقول لي هل هو سام ولا لا. هذا يطلع بعد المطر طبعا من غير تدخل من عندنا. فإن شاء الله يا ربي يوفقنا ويوفقكم ويوفق الجميع إن شاء الله يا رب. شوف الحديقة في الشتاء جرداء. هنا عندي همين هذا النعناع أنا زارعته، بس النعناع يعني بالشتاء ما ينشف، بس هو ما يجي وقت الربيع راح يطلع. هنا زرع شوية أشياء بغطيهم بالليل، طبعا شوفوا الكاس جنبكم بغطيهم من البرد. يلا ربنا يوفقنا. هذا بصل طالع صغير، ربنا يوفقنا ويوفقكم ويوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.